بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الدرس العاشر: عشبة ملاك لأمراض رحم ونساء أنجليكا. هي العشبة ملاك عن الدكتور جابر القحطاني قال عنها: هذا الصورة وهذا هي العشبة ملاك الصينية، أنها من المظليات، وأنها موطنها اليابان الصين، وأن نساء الصين يستخدمونها بشكل كبير في تقوية وتنشيط الرحم ولتنظيم الدورة والدم. وقال عنها البروفيسور عبد الباسط الصيد أنها مفيدة في بطانة الرحم والأورام الليفية بالرحم وآلام الطمث واليأس وانقطاع الطمث. إذن هي للتليف والتكيس وبطانة الرحم وغيرها. ومن الأشياء المفيدة الأخرى أيضا للمسالك البولية ولسوء الهضم وفقد الشهية وللكبد والصفراء وللبرودة والحمى، وكذلك مشاكل القصبات الهوائية. وتعد كمضاد حيوي كما في الدستور العشبي الألماني. تحتوي على فيتامين باء، وكذلك تحتوي على المبفرين وحمض الكافيين والفلوفيدينات وغيرها. طريقة الاستعمال: منها يؤخذ مكملات غذائية ككبسولات، وأيضا تفوح وتشرب، وكذلك تؤكل طازجة كما هو في السلطات كالكرفس لأنه من فصيلتها. نقرأ مما جاء عن الدكتور البروفيسور السيد: يستخدم هذا العشب بنطاق واسع في مجال طب النساء. استخدامه الأصيل في الجهاز الرميات في طب النساء كبداية من كونه معالج لحالات البرود الجنسي للسيدات، مرورا باضطرابات الدورة وحتى حالات الحمل، وهو مقوي عام لجدار الرحم ويساعد على ارتخاء عضلاته، وله أثر ملطف عام على الرحم، وله أثر ملحوظ في كونه مهدئ للآلام ومضادات الالتهابات الجهاز التناسلي الأنثوي. نكتفي بهذا، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. تابعونا في الدروس القادمة. مع السلامة.